إن يومك أعظم. بينما الحسين جالس وإذا بصوت خلف الباب. منها العقيلة زينب يقول اجت بالصدفة أن تزور الإمام الحسن. التفت الحسن إلى أخيه الحسين قال أخي أبا عبد الله نحل طشت عني حتى لا تراني زينب بهذه الحالة. بعد لمن تدخل الأنين؟ الليلة ليلة الحسن المظلوم. يقول له أخوي حسين شيل الطشيت عني، خوي عني خواتك يا ابو السجاد جني، خويا جني ويردني شبعا شوف مني ويردني يا خويا يودعني. يقول عندما دخلت زينب نظرت الى هذا الموقف فنادت ايوا اخاه وحسنا. الشاعر يقول طشتين طشتين حوت زينب يا ابو السجاد. تعرف الطشت الاخر ها حوت زينب يا ابو السجاد طشتين طشت شبد الحسن ابو محمد قرة العين، والثاني طشت راسك ينور العين. وطشت راسك ينور العين يا حسين. الله. وبالفعل زينب عندما وقفت امام يزيد والقت تلك الخطبه يقول يزيد اراد ان يسكت زينب فرفع الصوت واخذ يضرب ثنايا الحسين.